السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم جيت نهضر معاكم على ود أسامة اللي داير البوز. أسامة هو واحد الشاب مغربي اللي العمر ديالو 24 سنة. هاد الشاب المغربي قرر يتزوج بواحد السيدة اللي كبر من الأم ديالو، مع في العمر ديالها تبارك الله، سيدة اللي كبيرة بزاف في العمر ديالها، أمريكية. واتضح في الاخر بان اسامه كان الهدف ديالو هو يمشي على برا الاوروب والامريكا، يعني كان الهدف ديالو هو مارياج باش يخرج من البلاد المغربيه. وشفت كيفاش المغاربه تعاملوا مع هاد المساله بواحد الطريقه ديال فيها شويه ديال النفاق، وش فيها شويه ديال الحقد، وفيها شويه ديال سميتو تنحقروا على داك اللي ساهل، داك اللي قريب لنا، داك الانسان الساهل اللي هو اسامه. اول حاجه الا جيتو تشوفوا هو ان اسامه هو مثال ديال واحد الشاب مغربي. الشاب المغربي ملي توصل لواحد العمر معين وتتكون العائله ديالو ضعيفه، الله يحسن العوال الوالدين المتربات ضعيفين بزاف، اش تيدير هاد الشاب المغربي مسكين؟ تيقلب على اي طريقه من الطرق، خصوصا تيشوف بانه كاين بزاف الناس قراو، كاين بزاف الناس تعلموا، ولكن الله غالب تيشوف بزاف الناس قراو وعندهم دبلومات وما خدامينش. فتيولي تيقلب على اي طريقه باش هاد الدري هذا يخرج من المغرب ويدبر على راسو. كيفاش تنقولوا حنا يدبر على راسو؟ يعني هاد الانسان منين تيكبر اين فوا توصل لواحد العمر معين تنبداو تنشرحوا ليه شوف انت راه خاصك تدبر على راسك، خاصك تجيب الفلوس، خاصك تخدم، راه الوالدين ما فحالهمش، راه ولدناك باش لك وصلت لواحد العمر تعاوننا، راه محتاجين لك الى اخره. اش طرا لهاد الدري هذا من توصل لواحد العمر معين تيولي تيقلب على اي طريقه باش يدبر على راسو. اي طريقه، فهاد الطريقه كاين شي وحدين تيتجهوا لواحد تيبيعوا المخدرات، كاين دريات تيمشيو لقطر، كاين دراري تيمشيو للشفره، كل واحد وكيفاش تيمشي. وسام اختار واحد الطريقه، بما انه تيهضر بالونجلي اختار يقلب على شي وحده اللي تخرجوا الامريكان باش يدبر على راسو. يعني الهدف من هذا هو كان يدبر على راسو. فبلاصه ما نلومو هاد اسامه هذا اللي هو ضحيه من الضحايا، اللي انا تنعتبرو غير ضحيه ديال البلاد اللي ما فيها لا خدمه لا ردمه لا كلشي غالي فيها، حتى واحد ما تيخرج يدارو يتدارو يطلب حقه. باش نلومو اسامه خاصنا نلومو النظام ونلومو المسؤولين اللي خلاو بانه دري في عز الشباب ديالو يمشي يهضر مع سيده كبيره. دابا داك اسامه عاجبو الحال كون خرج معاها، ولا الهضره اللي بيتسمعوا داكشي وداكشي اللي بيجيب والديه عاجبو هو داكشي. راه ما عاجبوش، الله يحسن العوال حتى هو. شوف كل واحد الظروف ديالو كيفاش دايره مزيان. منين شي دريه مغربيه، نعطيك انا غير مثال، منين شي دريه مغربيه تتكون عندها 18 عام تمشي تتزوج بشي سعودي، هذيك ما تهضروش عليها، هذيك تدوز، هذيك لا حين دبرات على راسها. ولا منين هذا الرئيس ديال فرنسا مجوج بوحده كبر من مو. ولا هنا في فرنسا لي كوغار، اشنو هما لي كوغار؟ اللي ما تعرفش لي كوغار هما واحد الدريات، واحد العيالات كبار في العمر، واللي كبار في العمر تبارك الله كبار في العمر، وتيجيو تيديو دراري صغار تيخلصوهم باش يمشيو ينعسوا معاهم. هي تدي داكشي اللي بغات، يعني هي تدي ديك الشهوه الجنسيه ديالها، وهو تيدي الفلوس. ولا الشوغر دادي، دوك الشوغر دادي حتى هما هذوك ما كاينش اللي يهضر عليهم. هذوك الدريات اللي تيمشيو يخرجوا مع المليار لي ملياردير، مع الرجال اللي عندهم لي شاطو داكشي، تخرج معاه عنده 70 عام 80 عام باش يخلص عليها، باش يشري لها ما تاكل، باش يشري لها ما تشرب، ويشري لها السكن. داكشي ما تهضروش عليه. ولا حنت اسامه بان لكم قريب ودري وكلشي هبط عليه، كلشي تيزف فيه، كلشي تينقص منه، كلشي تيقول شوهتينا بلادنا. انت شكون اللي تيعرفك باش يشوه ديك بناتك؟ شكون اللي تيعرفنا؟ تشوهتينا بلادنا، ساكنين حنا في الانجليز، ولا ساكنين في ايرلندا الشماليه. اش ما نشوه ليك بلادك؟ راه بلادك راه مشوهه خلوق صاحبي. تدير زعما تهضر بحال ما عرفت فين ساكنين حنا. لا راه شوهتي بينا، شوهتي بولادكم، الله يهديكم. خليو الانسان فسميتو خليو داك الدري في خاطرو. راه حتى هو الله يعلم اشنا هما الظروف اللي خلاتو باش يخرج، باش يقبل يتزوج وحده كبر من مو. راه كون كان في بلاد اللي تحترم الشباب ديالها، كل لقيتيه خدام كاع ما عنده الوقت باش يمشي يهضر معاها. المهم هذه الرساله ديالي. كاينين ثلاثه ديال الحوايج اللي خاصك تستافدهم من داكشي اللي طرا لاسامه. اول حاجه اللي خاصك تستافد منها وضروريه ومؤكده، بانه لو في بانك تزاديتي في المغرب سي ان هانديكاب. مي تتزاد في شي دوله بحال المغرب، في الدوله الفارقه فقيره، كاع الدول اللي تتشبه للمغرب واللي قل من المغرب، راه تعتبر بان هذاك هانديكاب. راه في حد ذاته هذاك عباره عن عائق انك ملي تتزاد في المغرب.
في بلاد الخدمه فيها قليله، والخدمه اللي كاينه بالمعاف راكم تشوفوا المصائب اللي تطرى عندنا في البلاد والوجيات وباك صاحبي. تاني حاجه، الا كنتي فقير ما تولدش الولاد اخويا، واش ما عندكش الفلوس ما تولدش الولاد. علاش؟ حيت فاش تتولد داك الولد وتتشدو من صغرو وتتشرح ليه بانك راه ولدتي وبانه راه بروجي، بانه راه حياتك انت بتكون مبنيه عليه هو، على بانه خاصو وشوف راه خاصك تقرا باش تخدم باش تعاوننا، راه ما فحالناش، راه تدمرو نفسانيا اكثر من ما تعطيه حافز. والناس اللي تيقول لك لا راه كاين راه بزاف الناس بداو من زيرو وصلوا، راه الناس اللي بداو من زيرو وصلوا قلال، يكذب عليكم شي واحد قدام، راه اقليه اللي تبدا من زيرو توصل. سير شوفي في السيكتور ديالك الناس اللي مدمره راه باديه من زيرو. فقير ما تولدش شي ولد وما تحملش الولاد ديالك ما لا طاقه لهم صاحبي، ما تحمل لهم شي حاجه ما يقدوش عليها. فقير جلس انت وديك المراه ديالك تزوج اخويا وعيش حياتك بها، ولكن ما تجيبش شي واحد اللي يتحملوا المسؤوليه اللي ما يقدش عليها. مزيان. وثالث حاجه واللي مهمه، بان المغاربه حكاره وتيحقروا غير ولاد الشعبي ولاد البلاد ديالهم، تنحقروا عزيز عندنا نحقروا ولاد البلاد ديالنا. مع العلم بانك الا شفتي بار انترنيت هنا في فرنسا كاينين دراري صغار تيمشيو تخرجوا مع عيالات كبار وما تيهضر حتى شي واحد وعاجبهم الحال. فكان هذا هو التدخل ديالي بالنسبه لسميتو الاسامه. والصراحه تنتمنى ليه الخير في حياته، وتنتمنى ليه اخويا ما هادشي ما ياثرش ليه على حياته، ما ياثرليش على الحياه ديال العائله ديالو. السلام عليكم.